الكلمة الثانية على رواية حفص والتي لها وضع خاص مطلع سورة ألف لام مطلع سورة آل عمران. طبعا أول آل عمران كما نعلم ألف لام ميم، ثم بعدها لفظ الجلالة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم، شو الحرف الأخير؟ ميم ساكنة. ميم الله، شو أول حرف بلفظ الجلالة؟ اللام الأولى من اللام المشددة وهي ساكنة، فالتقى في النطق ساكنان من كلمتين والأول حرف صحيح اللي هو الميم، ما هو حرف مد. فكيف يتخلص من التقاء الساكنين إن كان الأول حرف صحيح؟ بالتحريك. فحرك العلماء هذه رووها لنا محركة بالفتح. قيل لأن الفتح أخف الحركات، الفتح خفيف جدا فهو أخف الحركات الفتح. واضح يا أخواني؟ وقيل أنه هي منقولة من ألف لام ميم الله، لو بديت بالله بتبدأ بإيه؟ بهمزة مفتوحة، فكأنهم نقلوا هذه الفتحة من لفظ الجلالة إلى الميم، فهي تنطق هكذا ألف لام ميم الله ميم الله. فالميم شو صار فيها؟ تحركت بالفتح. انتبهنا؟ انتهينا من مشكلة اسمها مشكلة التقاء الساكنين، طلعت لنا مشكلة جديدة. ايش هي المشكلة؟ ميم هذا لازم حرفي مخفف، لازم حرفي مخفف بمقدار 6 حركات. ما سببه؟ سكون الميم. طيب سكون الميم الآن شو صار فيه؟ ذهب. فهل يذهب المد الطويل بزوال سببه أم يبقى المد ولو زال سببه؟ وجهتا نظر. واحدة اسمها عدم الاعتداد بالعارض، بيقول لك تحركت الميم هذا عروضا للتخلص من التقاء الساكنين والأصل فيها السكون، فنحن على الأصل بمده كم؟ 6. ومنهم من يقول لك لا، إنما مد مدا طويلا لوجود السكون، أما وإن السكون قد زال فيزول المد بزوال سببه وهو السكون. انتبهنا؟ فبيخلوه كم حركة؟ حركتين على أنه مد طبيعي. ماشي؟ سألفظها ثم تلفظونها خلفي لو سمحتم. نبدأ بالمد الطويل. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. ألف لام ميم الله لا إله منفصلة 4 أو 5. لا إله إلا هو. مع القصر ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. واضح؟ طبعا هذه لكل القراء أيها الإخوة. وضحت المسألة يا أخواني؟ في غموض، في لبس. فمنعا لالتقاء الساكنين نحرك الميم بالفتح فتصبح كذا كذا، وتدربنا عليها الحمد لله. فحينئذ يجوز في الياء المادية قبل الميم وجهان: الأول مدها 6 حركات على عدم الاعتدال بالحركة العارضة، أو قصرها بمقدار حركتين لزوال السبب الموجب للمد.